السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو دوت مهم جدا للناس اللي بتجهز الفترة دي، لأن الأسعار في الموبيليا كلها في مصر نزلت تقريبا 20%، لأن أسعار الخامات نفسها الفترة ديت مريحة. احنا طبعا بقالنا أكتر من شهر المفروض إن في زيادات متطبقة على الشغل كله، احنا طبعا كنا معطلينها بالخصومات اللي احنا كنا عاملينها الفترة اللي فاتت. وبفضل الله احنا المفروض احنا ابتداء من النهارده نبدا نطبق اسعار الشغل القديمه اللي احنا كنا بنتكلم عنها الزيادات. طبعا الكلام ده ان شاء الله مش هيحصل، لان هو بالفعل اصلا في نزول في اسعار الخامات تقريبا 20% النهارده بالنسبه لكل خامات الموبيليا. بنتكلم عن الخشب، بنتكلم عن السفنج، بنتكلم عن معظم الشغل. معظم الخامات اللي بتستخدم في صناعه الاساس حاليا نزلت بشكل كبير جدا. طبعا دوت سببه غير معروف بالنسبه لنا دلوقتي، ولكن بالفعل بفضل الله حاليا في نزول في اسعار الخامات. طبعا كل الناس تعمل شير للفيديو دوت، لان طبعا الكلام دوت محدش هيقوله، يعني محدش اصلا هيتكلم في الموضوع دوت لما يكون في زياده على الاسعار. كله بيطلع يتكلم عنها، اما لما تكون في تريحات على الاسعار محدش بيتكلم عن الموضوع دوت. فاحنا يا جماعه ان شاء الله بنقول تمام. وطبعا اثبات برضو على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، هنعرض لكم بعض الشغل بالاسعار المتاحه حاليا دلوقتي. ولكن طبعا برضه عشان تبقى الناس عارفه وفاهمه يعني النزول دوت هيستمر وقت قد ايه احنا مش عارفين. ممكن الاسعار دي تتغير في اي وقت، عشان برضه تبقى الناس عارفه احنا بنتكلم عن ايه. وطبعا لو في اي تغيير بالنسبه للاسعار، يعني السعر لو زاد او لو السعر لو ثبت على الاسعار القديمه، تمام، ان شاء الله احنا اول ناس هنطلع نتكلم، لان مش هنضر نفسنا. لان احنا طبعا يعني احنا برضه عندنا معارض، يعني الناس اللي هتكلمني اللي بتتكلم معانا احنا بفضل الله، الناس اللي اول مره تشوفنا، احنا عندنا مصنع وعندنا بفضل الله اكتر من معرض. فالكلام دوت لو احنا بنقوله ومفيش ليه ارضيه على ارض الواقع، الكلام ده احنا اول ناس نتضر منه، تمام. فلو الاسعار الخامات زادت الفتره اللي جايه، او لو ما ثبتتش على الاسعار يعني لو ما ثبتتش على نزولها الفتره دي، ان شاء الله احنا اول ناس هنطلع نتكلم. لكن احنا حاليا بنقول اسعار الموبيليا في مصر كلها يا جماعه مريحه بشكل كبير جدا، لان اسعار الخامات نزلت بشكل كبير جدا. طبعا الكلام دوت معظم اصحاب المعارض مش هيحسوا بيه او مش هيسمع عنده، لان بتبقى معظم الناس دي بيكون ناس عندها بيكون الناس دي عندها معارض بس، ما بيكونش في مصنع، فبالتالي ما بيحتكش بالخامات، ما يعرفش اسعار الخامات وضعها ايه. فعشان ما نطولش عليكم ان شاء الله هنبدا نتكلم دلوقتي عن الشغل المتاح بالاسعار ان شاء الله، علشان تبقى الناس برضه عارفه الفروقات في الاسعار اللي موجوده قد ايه. وبرده توضيحا للكلام، احنا بقالنا فتره كبيره جدا المفروض اسعار الشغل كانت تطلع، يعني المفروض كنا نرفع اسعار الشغل، كنا معطلين الكلام دوت بالخصومات اللي كنا بنعملها، والحمد لله انها ما اتطبقتش على الشغل، علشان برده الناس ما تحسش ان في ضرر واقع عليها. الناس اللي اشترت الفتره اللي فاتت سواء من عندنا او من بره ما يحسش ان في ضرر وقع عليه. طيب معانا اوضه النوم دي، غرفه النوم دي، طبعا احنا بفضل الله بنتكلم برده عن الشغل، كل الشغل اللي هنعرضه كله على اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب، ضمان 10 سنين. يعني الموديلات اللي هتشوفها ان شاء الله في الفيديوهات بتاعتنا مفيش نجاره اعلى منها، مفيش مستوى تشطيب اعلى بفضل الله. الكلام دوت احنا بنتكلم في مستويات للشغل، مش بنمدح في الحاجه، لا، احنا لما كان بيكون عندنا شغل مستواه متوسط او مستواه قليل كنا بنطلع نتكلم عنه، كنا بنقول ده التقيل وده الخفيف، وكنا بنشرح الفرق بينهم. حاليا اللي هتشوفه ان شاء الله في الفيديوهات معانا باذن الله كله على اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب، ضمان 10 سنين. يعني الموديلات اللي هتشوفها دي بفضل الله مفيش مستوى اعلى ولا اتقل منها. طيب معانا غرفه النوم دي، غرفه النوم دي لو هيطبق عليها الاسعار الجديده اللي احنا كنا بنتكلم عنها، او لو مش هيطبق عليها الخصم ال 20% اللي احنا بنتكلم عنه، غرفه النوم ديت كانت بتتباع السعر بتاعها كان مثلا على الطبيعي، على الوضع الطبيعي بالنسبه لاسعار الخامات اللي موجوده دي عامله مثلا 28500 او 29000 جنيه. النهارده غرفه النوم دي سعرها معانا 23500 جنيه، والشغل كله بفضل الله مكتوب عليه الاسعار يعني اسعار الشغل كلها بفضل الله موجوده. طبعا اي حد بقى جاي عايز يغير لون، عايز يعدل حاجه، ان شاء الله كل الكلام ده متاح، لان احنا زي ما قلنا بفضل الله مصنع للكلام دوت. معانا غرفه النوم دي طبعا معموله قشره، ده اللي ازاي افهم ايه غرفه نوم بفضل الله. يعني النهارده اقل مكان بره بيبيع غرفه نوم زي دي، تمام، بيتكلم في 28000 جنيه، ده اقل سعر ليها بره. طبعا احنا بفضل الله لان احنا بمجرد ما الاسعار ما بتلاقي في الخامات بنطلع نتكلم عنها وبنطبقها على شغلنا، دي بفضل الله النهارده عندنا سعرها 23500 جنيه. تقدر بقى تشوف الفرق، الخصم اللي نازل عليها
بالنسبه للمبلغ بتاع السعر بتاعها قد ايه. هبقى انا هكمل خلاص. شكرا ليك. هنا يا جماعه اوضه النوم ده اهي، سعرها معانا 23500 جنيه، وهنا معانا اهو السعر بتاعها مكتوب عليها اهي يا جماعه اهي. الحاجات دي ان شاء الله متاحه معانا في كل الفروع بامر الله. احنا دلوقتي بنصور من فرع حدائق الاهرام. طبعا الشغل كله على اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب زي ما قلنا. معانا برضو اوضه النوم دي، تمام، برضو هنتكلم عنها ان شاء الله بالسعر بتاعها. برضو الشغل كله بفضل الله على اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب اهو، ضمانه 10 سنين. دي لو مش متطبق عليها الخصم اللي جاي على اسعار الخامات، النزول اللي جاي عليها، دي كانت المفروض تتباع مثلا ب 29000 ب 29500 ب 30000، ده رينج سعرها. طيب دي النهارده عشان متطبق عليها الخصم بتاعها، السعر بتاعها كام؟ 24500 جنيه. ودي يا جماعه مش خصومات ولا عروض، لا دي الاسعار الطبيعيه دلوقتي، لان زي ما قلت لكم اصلا في نزول كبير في اسعار الخامات بالنسبه للخشب وبالنسبه للسفنج وبالنسبه لكل الكلام دوت. حاليا في تريحات كبيره في الاسعار. طيب معانا برضو ايه؟ معانا برضو غرفه النوم دي بقى احنا مش هنتكلم عن سعرها، هنخلي سعر الغرف دي مفاجاه للناس اللي جايه ان شاء الله المعرض، تمام كده. يعني غرفه نوم زي دي، الناس اللي بتعرضها دي برضو بفضل الله على اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب. الخشب بتاعها كله تمام كده، بفضل الله مفيش نجاره ولا تشطيب اتقل من الشغل دوت، والكلام ده بفضل الله. يعني احنا لما حد بيكلمنا بنقول له لا تعالى بص على حاجه بنفسك على ارض الواقع، ولو حابب تجيب معاك نجارك هاته، تمام، لان في ناس طبعا بيبقى برضه موضوع النجار ده بيبقى مطمئن ليها، تمام. بفضل الله اتقل نجاره واعلى مستوى للتشطيب. غرفه النوم دي بتتباع بره، سعرها بره الناس اللي بتشتغل نفس مستوى النجاره دي، تمام كده، ونفس مستوى التشطيب ده. غرفه النوم دي بتتباع ب 39000 جنيه، وبتتباع ب 38 و 37000 جنيه. هنا بفضل الله سعرها يعني تحت خالص. مش هنتكلم في سعر غرفه النوم دي ان شاء الله الا في المعرض. الحاجات دي يا جماعه عليها خصومات، مش عليها خصومات، اسعارها هنا هوت جامده جدا جدا، لان زي ما قلنا لكم اصلا في تريحات على الاسعار الفتره دي. طيب برضو الناس اللي هتيجي عشان برضو يبقى الناس فاهمه الدنيا فيها ايه، تمام. احنا بنتكلم دلوقتي في الحاجات اللي يعني بنتكلم في النهارده، بنتكلم في التوقيت الحالي، تمام. وزي برضو ما قلت لكم لو في اي تغيير في الاسعار، احنا اول الناس اللي هتطلع ان شاء الله تتكلم. هنا برضو مش هنتكلم عن سعر الغرفه دي، هنخلي الحاجات دي يعني برايفت للناس اللي هتيجي المعرض، تمام كده. الحاجات دي يا جماعه عليها خصومات جامده جدا جدا جدا، اسعارها ممتازه جدا جدا الفتره دي، تمام. دي برضو مش هنتكلم عن سعرها، دي برضو غرفه نوم مشهوره جدا واحنا شغالين فيها من فتره كبيره، تمام. وعليها سحب وطلب برضو ان شاء الله موجوده، منزلينها لكم بسعر جامد جدا جدا جدا، تمام. الحاجات دي احنا مش هنتكلم عن اسعارها دلوقتي، هنخلي سعرها مفاجاه للناس ان شاء الله اللي هتيجي. طيب هنا برضو معانا غرفه النوم دي. المفروض غرفه النوم دي لو هيتطبق عليها، لو مش هنطبق عليها الخصم اللي موجود حاليا، المفروض سعرها 28 ونص، تمام. سعرها لحد اللحظه اللي بنتكلم فيها دي عندنا 23500 جنيه برضو. يعني طبعا في فروقات كبيره جدا. غرفه النوم نازله تقريبا من ثمنها يعني حوالي 4000 جنيه. طبعا ده بفضل الله اولا، وبفضل ان الخامات اسعارها زي ما قلت لكم هاديه خالص اليومين دولت، فاصبح ان مفيش اي زيادات على الاسعار. طيب احنا كده صورنا هنا برضو معانا غرفه النوم دي من الغرف المميزه جدا جدا برضو موجوده. الشغل كله يا جماعه عليه خصومات جامده جدا، وفي موديلات كلها بفضل الله حاجات تحف. هنتكلم سريعا كده في الفيديو ده عن غرف النوم، تمام. وان شاء الله باذن الله، معلش هو انا كنت عايز اتكلم والله عن كل الغرف باسعارها. الحاجات اسعارها بفضل الله يعني اسعارها ممتازه جدا جدا الفتره دي. ولكن انا شايف ان الفيديو خلاص يعني داخل على 10 دقايق عشان ما يطولش وما يبقاش بايخ، وبرده علشان نميز العميل اللي هيجي المعرض برده. يعني الناس اللي هيجي المعرض ان شاء الله الكلام دوت يكون خلوا بقى السعر دوت كده ايه حاجات حصريه للناس اللي هتيجي ان شاء الله. هنا طبعا وبرده احنا مش شغالين غرف نوم بس. الناس اللي اول مره شفنا احنا بفضل الله شغالين في كل منتجات الاساس. وان شاء الله هسيب لكم
العنوان في الوصف وفي اول تعليق للناس اللي حابه تيجي المعرض ان شاء الله. وباذن الله الفتره اللي جايه هنتكلم عن كل المنتجات المتاحه بالاسعار، وهنتكلم ان شاء الله علشان تبقى الناس برضو عارفه ان حاليا في نزول في اسعار الموبيليا. يا جماعه حاليا في نزول كبير في اسعار الموبيليا، لان اصلا اسعار الخامات نفسها مريحه زي ما قلت لكم. اقل تقدير للتريع بتاعها تقريبا حوالي 20%. يلا ان شاء الله خير، وربنا ان شاء الله يجعل الفيديو دوت مفيد يعني ايه، مفيد للناس. والناس اللي بتجهز يا جماعه تبقى عارفه ان حاليا في تريحات كبيره في الاسعار. الشغل كله بفضل الله يعني اسعاره حاليا ممتازه جدا جدا للناس اللي بتجهز. ودينا قلنا لكم بعض الاسعار لغرف النوم، وان شاء الله الناس اللي هتيجي باذن الله المعرض طبعا هيكون الاختيار بالنسبه لها افضل من موضوع الاونلاين، لان برضو في ناس كتير بتكلمنا عايز يشتري اونلاين. برضو ان شاء الله ده متاح عندنا، ولكن الافضل ان الناس تيجي المعرض. يلا شكرا، سلام عليكم.